تشاهدون في رمضان مسلسل دار ما دار الموسم الثاني. حزين الله كيف نتفاعل بعدين؟ في البداية أتمنى منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. هل سيعرض هذا العام مسلسل دار ما دار الموسم الثاني؟ دعونا نشاهد تصريح مخرج المسلسل، حيث نشر قائلا: مساء الخير أعزائي، غدا سيكون أول اجتماع لي بفريق الكتابة لمناقشة أفكار وقصة الجزء الثاني من مسلسل دار ما دار. بالرغم من أني للآن لم أتفق مع أي منتج للعمل، وما زال هناك بعض العوائق التي قد تمنعنا من إنتاج جزء ثاني. دعونا أيضا نستمع إلى تصريح الفنان محمد قحطان حول مسلسل دار ما دار والموسم الثاني. دار ما دار الجزء الثاني، والله أتمنى أنه يكون في جزء ثاني، لكن ما لقيناش رعاة. أي رعانا الله برعايته. هل يعني ذلك أنه ليس هناك موسم ثاني من مسلسل دار ما دار؟ من المتوقع عدم بث الموسم الثاني من مسلسل دار ما دار، وذلك بسبب عدم وجود من يرعون المسلسل، وهذا ما صرح به الفنان محمد قحطان. أسئلة موجهة من المتابعين للفنان محمد قحطان: هل هناك موسم ثالث لغربة البن؟ يكفي بن. هل هناك عمل تلفزيوني مشارك به الفنان محمد قحطان في 2021؟ مجرى مشارك في المسلسل، وقررت أشغل قناتي. إذا لم تقدم أي عمل على الشاشة هذا العام، فما هو جديد؟ جديدك يا قحطان، جديد في اليوتيوب. معي برنامج في اليوتيوب واحد بس عنده وردع مع هذا بكل صراحة. وطبعا من ضمن خططي والله فعل مسلسل في قناتي، والعمل حيكون بشكل مستمر بس إذا اجتهدوا المشتركين وبحاجة تشجيع. لماذا سيقوم الفنان محمد قحطان بمشاركة أعماله على اليوتيوب وهو لا يهتم في قناته؟ ابن الله ننزل أي محتوى، ضروري محتوى أحترمكم فيه، وفي نفس الوقت أحترم نفسي في المحتوى اللي قاعد أقدمه. وانتظرونا في القريب القوي على اليوتيوب. معي خطة برامجية بس محتاج دعم فعلا والله، فأرجو من الاشتراك في القناة وضغط الجرس علشان ايش يوصلكم الجديد. هل يعني ذلك بأنه ليس هناك مسلسل جديد للفنان محمد قحطان في رمضان؟ مسلسل برمضان أتمنى، لكن شكلها السنة هذا صيام وصلاة، تقليل من رمضان خيرات.